حبايبي الحلوين، وضرب التليفون وقلت للتليفون ازاي الحال. ضحك التليفون وقال طولي بالك، اللي بيطول البال بيبقى عال العال. وكان زمان ست عجوزة كان عندها دهب كتير خالص. في يوم من الايام 3 بنات اخوات قالوا نروح لست العجوزة ونجرب بختنا. البنت الكبيرة راحت قالت لست العجوزة اشتغل عندك وتديني ايه؟ ست العجوزة قالت لها شوفي يا بنتي، لو قدرتي واشتغلتي عندي وفضلتي عندي سنة هديلك كيس دهب. والبنت الكبيرة قالت اشتغل. ست العجوزة ادتها قدرة وقالت لها خدي القدرة وروحي البحيرة، اغسليها وامليها وشيليها وهاتيها. البنت الكبيرة شالت القدرة، ياه القدرة تقيلة وهي فاضية، امال لما تبقى مليانة. والبنت راحت البحيرة غسلتها وملتها، ولما جت تشيلها ما قدرتش تشيلها. البنات عند البحيرة شالوا معاها القدرة حطوها على راسها، والبنت مشيت خطوة خطوة ودتها عند ست العجوزة وقالت لها الحقيني مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بطحن الدقيق وايديا مش فاضية. البنت وقفت والقدرة على راسها، القدرة شيلة تقيلة وهي ست العجوزة طحنت الدقيق. البنت قالت لها الحقيني بقى مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بعجن العجين وايديا مش فاضية. البنت مش قادرة تطول بالها خلاص، البنت رمت القدرة من على راسها وسابت العجوزة ورجعت تاني لاخواتها. تاني يوم راحت التانية قالت اروح لست العجوزة انا، والاخت التانية راحت للعجوزة. ست العجوزة عملت معاها زي ما عملت مع اخت